تبع معايا مليح 2027 ان شاء الله. كوب دافريك وين؟ كوب دافريك وين؟ 90% عندنا في لاجيري، 90% في لاجيري. ولد مو يجي يديها من صاحبي، ولد مو يجي يخرجها من الجزائر. شوف عندنا 6 مليون مليون ستاد في لافريك، مكاش يلعب فيهم ابار حنا من الماتش الاول حتى الفينال. واي ستاد نخيرو كيما نحب انا، التيكيات ما كانش نشوفها خضراء وبيضاء. با بليس لي زيكيب الاخرين كي نديرو معاهم نبعثهم ستاد تاع الصوره الكرياج 20 كيلومتر في السماء، ندير لهم جماعه بالشارع يعسو عليهم وراهم شباب. ولا نبعثهم الوحده المغاربيه في بجايه ستاد من تحت الباطيمات في لاريال والحديد قياد. لا تبان لي ندير لهم ترونسفير ديريكت للبيض ولا باريكه. السولي ما يقدرش يلبسو، السولي ما يقدرش يلبسو. تسمى ايماجينيها يدخل فيه عبد اللي قسما بالله كتحسب دخل فيه شهر تما يكولي بالبرد. ملخص القول كما قالها الدراجي البارح، ما مسح دموعك ما يشلا فين دموند. او جاي الوقت وترفدها ان شاء الله وما راهاش بعيده خلاص. لا دي زاد ومرابحين ان شاء الله. هذا الخبر يستاهل مليار جادور. صاي تبع الفيديو وبارطاجي. الكاف ترشح الجزائر باحتضان كأس افريقيا 2028. تاخذوني نتوما تقولوا لي كيفاش 2028 كوب دافريك تاع المروك 2025 ونعرفوا كوب دافريك من العامين لعامين وكوب دي موند من 4 سنين 4 سنين. تما 2025 2027 غادي يديروها كيف غادي يديروها في 2027 وغادي يديروها في 2028. 2027 على بالنا بلي غادي يديروها في كينيا ويديروها في تنزانيا واوغندا، و 2028 غادي يديروها بين الجزائر المرشح الاكبر وجنوب افريقيا. سقتوني تقولوا لي نتوما 2027 عاود غادي يديروها عام موراها ديريكت كوب دافريك عام مورا عام. لا خويا على بالك من مور 2028 غادي تقعد تلعب كل 4 سنين. صاي خاوتنا نموت عليكم، بارطاجونا فيديو. السلام عليكم. عاجل ورسمي الاتحادية الإفريقية لكرة القدم تطلب من الجزائر استضافة كأس إفريقيا 2028. أيضا تم طلب من جنوب إفريقيا لاستضافة الأمر. يتم مناقشة الأمر حاليا مع السلطات العليا للدولة الجزائرية على أمل أن يتم الاتفاق من أجل أن الجزائر تنظم كأس إفريقيا 2028 التي ستكون الأخيرة قبل تغيير قرارهم وتصبح كأس إفريقيا تلعب كل 4 سنوات وليس كل 2 سنين مثل حاليا. يا ترى تعليقاتكم، هل تريدون أن تنظم الجزائر بطولة كأس إفريقيا 2028 في الجزائر أم لا؟ شاركونا بذلك في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة. صراع كبير راه يجري حاليا في كواليس الاتحاد الافريقي لكره القدم من اجل تنظيم نهائيات كاس افريقيا لسنه 2028. كما راكم تعرفوا الاتحاد الافريقي لكره القدم قرر تنظيم نسخه استثنائيه سنه 2028 بعد النسخه القادمه لسنه 2027 اللي راح يحتضنوها 3 بلدان: كينيا، تنزانيا واوغندا. وبعدها ستنظم نسخه سنه 2028 لتصبح كاس افريقيا تقام كل 4 سنوات وليس كما هو معمول به حاليا كل 2 سنين. صحيفة الأهرام المصرية قالت اليوم باللي أن هناك 3 بلدان أبدت نيتها في احتضان كأس إفريقيا لسنة 2028 وهي مصر، جنوب إفريقيا والمغرب. وقالت باللي أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيقرر يوم 18 جونفي القادم على هامش نهائي كأس إفريقيا ويحسم هوية البلد الذي سينظم كأس إفريقيا. ذات الصحيفة قالت باللي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يتجه بخطة ثابتة لمنح شرف تنظيم كأس إفريقيا 2028 للمغرب للمرة الثانية في ظرف 2 سنين، وبرر ذلك بأنه لضيق الوقت واقتراب المنافسة من جهتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لم تبدي إلى غاية الآن نيتها في احتضان كأس إفريقيا 2028. وانتم في رأيكم لما راح تكون كأس إفريقيا القادمة سنة 2028؟